عادة ثلاثة طبعا، يجلسون مع بعض، يسولفون مع بعض، يضحكون مع بعض في السراء والضراء. MSN، وذهب الN وبقي الM وبقي الS كما نتابعهم. اعتقد يطالعون او يتابعون فين نيمار غير موجود طبعا، لكن هكذا سنة الحياة في نهاية المطاف. طبعا يرحل من يرحل وياتي من ياتي، ودائما اقول تبقى المؤسسات الكبيرة. وكما قال بارتوميو يعني كلام في مكانه، لا يوجد لاعب اكبر من برشلونة. من هو رجل المباراة؟ هذا الحديث الان، من يكون رجل المباراة؟ رجل المباراة، هل هو رجل المباراة بوسكيتس؟ شاهد الآن هذه الجائزة. هل هو رجل المباراة بوسكيتس؟ أعتقد أنه رجل المباراة ويستحقها للأمانة، لأنه لعب مباراة كبيرة كما جرت العادة. من النادر أن تشاهد بوسكيتس في مباراة أقل من المتوقع، ولكنه أيضا سجل هدفا أعتقد أنه أجمل الأهداف الخمسة التي سجلت هذا المساء، وبالتالي نعم هو رجل المباراة في مباراة كأس خوان جامبر. الآن كأس البطولة، واعتقد ان انيستا كأس اخرى سيلامسها. هذا بارتوميو. الآن التحدي من هو اللاعب الذي سيأتي. جمهور برشلونة لا يرضى بالقليل، لا يرضى بالقليل. طبعا كأس صغيرة ستقدم للفريق البرازيلي الشجاع، الفريق الذي انتفض بعد مأساة لا زالت عالقة بالأذهان. شابيكو ينسي. هذا الرقي، هذا الرقي الإنساني. عندما تلعب الرياضة دورها كما يجب، عندما تلعب الأندية الكبيرة دورها كما يجب. نعم الكأس الصغيرة للفريق الشجاع لهذا اللاعب ألان روشيل الذي كان أحد الناجين فقط من الحادثة، من حادثة الطائرة مع زميله حارس المرمى الشجاع الآخر الذي شاهدناه قبل أن تنطلق المباراة، جاكسون فولمان. وبالتالي ألان روشيل الآن يستلم الكأس الصغيرة، وكأس خوان جامبر ستكون للمرة الأربعين لفريق نادي برشلونة الآن. واعتقد أن انيستا، نعم انيستا تقدم يا رجل، تقدم يا رجل، تقدم يا رجل. ما أكثر ما حمل الكؤوس، وما أكثر ما حمل الألقاب، وما أكثر ما أسعد الإسبان، ما أكثر الإسبان حين تعدهم، ولكنهم في النائبات انيستا، ولكنهم في النائبات انيستا. نعم ما أكثر ما حمل الكؤوس، وما أكثر ما رفع الألقاب. هذا يحدث الآن طبعا مع انيستا. هذه مباراة عزيزي المشاهد انتهت الآن، وأعتقد أننا مقبلون على دوري إسباني مثير بكل معنى الكلمة، ومقبلون قبل ذلك كله على كلاسيكو يأتي مبكرا جدا جدا جدا. فلم يكن أحد يتصور أن عملاقي إسبانيا والعالم برشلونة ريال مدريد، ريال مدريد وبرشلونة سيتقابلان في بداية الموسم. هذا يحدث عبر قنوات أبو ظبي الرياضية في قادم الأيام بحول الله تعالى. على الخير كنا معا، وعلى المحبة كنا، وسنلتقي دائما وأبدا بحول الله تعالى. هذا إذا كانت بقية. أترك الآن لكم الاستمتاع بهذه اللحظات، ونلتقي دائما وأبدا على الخير والمحبة والسلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.